السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا عودا حميدا. بقالي كتير جدا 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 ما بعملش فيديوهات، لأن دي مهنة مقرفة. والحمد لله بفضل الله عليا إن أنا رجعت المجال بتاعي. أنا كنت راجل محاسب قانوني، بفضل الله عليا رجعت المجال بتاعي تاني وخلاص. أنا يعني المهنة دي بالنسبة لي بقت تحسين دخل مش أكتر. أنا بنصح كل بني آدم بيشوفني، كل كابتن بيشوفني، يا ريت لو كان عندك مهنة ترجع لمهنتك، عندك وظيفة ارجع للوظيفة بتاعتك، لأن المهنة بقت خربانة خربانة خربانة. عايز أتكلم في كام نقطة كده وهبتديهم برجعة ريما لعادتها القديمة. فترة العيد كان السعر مضروب في اتنين وفي 1.7 و1.8، وكانت الأسعار حلوة جدا 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 جدا. ولكن أنا كنت عارف إن دوت مش هيدوم، لأني يعني صعب أوي إن إحنا نخلي الناس تدفع الأرقام ديت، في دليل إن هي سقف أصلا مرتباتها يعني صعب جدا. كان الله في عونهم وفي عوننا يعني. ولكن اللي احنا نقدر نستفاده من الكلام دوت ان احنا نقدر نوحد سعر الكيلو. سعر الكيلو بتاعنا لازم يبقى 6 6 ونص. ما اعتقدش ان الشركات ما تقدرش تعمل كده، وما اعتقدش ان العملاء ما تقدرش تدفع الكلام ده، لا يقدروا يدفعوه. انا ما بقولش ان الشركه زي اندرايف مثلا ان هي تبقى عامله مثلا مشوار 20 كيلو فيجي يقول لي سعرها بقى ب 150، فنزل يا عميل من السعر دوت هوب وصل لي السعر بتاع ال 70 عشان انا ازود له خليها 100 عشان خاطر اخد الايه المشوار. لا، انا بطالب ان الشركه، انت ليه تحط عرضه ليا وانا عرضه ليه؟ احنا ليه نخبط احنا في بعض؟ طب ما سيادتك بدل ما تنزل الرقم ده كله، سيادتك حط لي ليميت، يعني سعر كده للحد بدايه كده للايه، لل لل للسعر اللي هو الكيلو مثلا يبقى ب 6 جنيه. نفترض ان هي بقت 20 كيلو هتبقى ب 120 جنيه. لو انا اتفاوضت معاه مثلا في 10 جنيه في 20 جنيه هتبقى 130 140 جنيه. فهي هتبقى كويسه، مش هقول لك ان هي حلوه بس هي هتبقى كويسه. تمام. وبالنسبه في مجمل الشغل بتاع اليوم بقى فهتبقى ممتازه جدا. ناس كتير قوي هتعترض معايا على الكلام دوت، بس انا بقول لك هو ده اللي بما يرضي الله. هو ده اللي بما يرضي الله. انت بقى بتاخد المشوار ب 10 جنيه وبتاع، ممكن تلعب على الرحلات الصغيره وانتوا فاهمين اللي انا بقوله. النقطه الثانيه هي كابتن اكرم، حسب الله ونعم الوكيل فيه. انا كان بقالي يعني انا كنت جيت عملت فيديو في بدايتي كده عنه، ان هو حد مش كويس وبيدخل الدين وي 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 وكلام كتير كده. وجي طلع عم مدخل حاجه اوسخ من كده كمان، قام داخل في الربا وكلم الكباتن كلها وقال لك منصه وكل يوم الصبح بعمل 300 جنيه وبعمل 400 جنيه. وهو نزل لك في بدايه الايه الكلام حته تشويق كده للموضوع، وقال لك يا جماعه انا عندي دخل، فانا باجي الصبح بعمل ثابت ليا 300 جنيه ولا حاجه، فيعني الحمد لله عليا. وبعد كده سابك عايم وانت مش فاهم حاجه. كل الناس دخلت ايه هو الدخل ده يا كابتن، ايه الدخل دوت، هوب بعد كده عمل لك فيديو وقال لك منصه مش عارف اسمها ايه وشغل ربا وشغل حرام في حرام، وهو بياكل سحت وبياكل عياله حرام في حرام. وانا جيت كتبت له كومنت وقلت له انت بدايتك خلاص، يعني انت نهايتك بتتكتب. حسبي الله ونعم الوكيل فيك في الكباتن اللي انت لبستها. هرجع اقول لك ان الحرام بين والحلال بين. انت عارف ايه الحرام وانت عارف ايه الايه الحلال. احنا كلنا بالفطره وكلنا عايشين على الفطره، والفطره هي اللي نفعاك على فكره. ولا ذكائك بيوديك في حته تانية وبيخرب لك الدنيا، وانت شفت اكرم وشفت اللي مشي ورا اكرم. تالت حاجه، يا جماعه بعد اذنكم بعد اذنكم، انتوا عرفتوا ان الفتره اللي فاتت الكباتن العملاء تقدر تدفع، ولكن برضه احنا قلنا ان احنا مش هنيجي عليهم. فاحنا بنستاذن الكباتن المحترمه اللي شغاله باحترام، لو سمحت اعمل لنفسك سعر كيلو ما تقلش عنه. خد الرحله اللي مش هقول لك كسبانه يعني وانت كسبان جامد، خد الرحله اللي هي المعقوله، يعني اللي انت تقدر يبقى الكيلو فيها عامل 6 جنيه ولا حاجه. مشوار طويل قوي يبقى الكيلو فيها مثلا عامل 5 ونص ولا حاجه، بس مش مشوار طويل ان انت تحدف نفسك في مكان ما تعرفش ترجع. وانا ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله ارجع تاني اعمل فيديوهات، لان انا بصراحه كرهت المجال كله بسبب اللي احنا فيه والشركات اللي مسلمانا لبعض. ان شاء الله احاول ارجع اعمل فيديوهات واحاول اقدر يعني افيدكم يعني. شكرا والسلام عليكم.